السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائي الأعزاء. قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قرعة الموت، قرعة رد الثأر، رد الاعتبار، كل المواجهات الفريقين بيستنوا بعض، إن كان باريس وبرشلونة ولا مدريد والسيتي ولا بايرن وأرسنال. الله يبعدنا عن أرسنال، أيام أرسن فينجر ثيو ويلكت ومش عارف مين واللاعب اللي ما يعلم فيهم إلا ربنا. ولكن أرسنال بالشكل الحالي مختلف كثيرا عن أرسنال في السابق. أرسنال دائما سابقا كان لما يواجه الباير كان عند الباير ريبيري وروبن وشفاينشتايجر وفيليب لام، وكانت ليلة في ميونخ. لذلك كان دائما أرسنال بروح بالخمسة وبالستة وبالثلاثة وبالأربعة. ولكن الآن الوضع مختلف بشكل كبير جدا. أيضا برشلونة وباريس سان جيرمان، وقصة الريمونتادا الشهيرة، الريمونتادا اللي غاية اللحظة يمكن أفضل ريمونتادا بالتاريخ اللي عملها برشلونة على باريس سان جيرمان. ولكن أيضا الآن الوضع مختلف جدا. برشلونة يعاني وبشدة من الإصابات، من الأداء، مع أنه فاجأني برشلونة ذهاب وعودة أمام نابولي. ما كنا متوقعين، صحيح نابولي مش بعبع في أوروبا، ولكن برشلونة مع السوء الحالي مع رحيل تشافي بنهاية الموسم ما توقعنا أبدا أنه يعدي من هاي المواجهة. أيضا ريال مدريد بوصل لمواجهة مانشستر سيتي وهو مش بأفضل حالاته. ريال مدريد بلش الموسم بطريقة نارية جدا، ولكن فجأة بلش ينزل تدريجيا واحدة واحدة. لذلك المواجهة راح تكون صعبة جدا أمام مانشستر سيتي اللي تقريبا استفاق وسيطر في الدوري واموره تمام ومتساوي مع ليفربول. ارسنال بس اللي بعيد عنهم. فلذلك مواجهه شرسه جدا، مواجهه مكانها نهائي دوري ابطال اوروبا او نصف نهائي على اقل تقدير، ولكن شاء القدر ان يجتمعوا في ربع النهائي. لذلك هي مواجهات من العيار الثقيل، مواجهات ممنوع لاصحاب القلوب الضعيفه. قبل الانطلاق والخوض في تفاصيل الثمان مواجهات، إذا أول مرة بتشوفني اشترك بالقناة، فعل جرس التنبيهات، الفيديو شاركه مع الأصدقاء. بستناك بنهاية الفيديو تكتب لي رأيك بالفيديو، وتكتب لي رأيك بالمواجهات، ومين تتوقع يتأهل ومين تتوقع يكون بطل أوروبا لهذا الموسم. خلينا نبلش بالمواجهة الأولى، أتلتيكو مدريد بروسيا دورتموند. سيميوني مدرب عملاق، مدرب خبير، مدرب متمرس. أتلتيكو مدريد مع دييغو سيميوني أصبح له شكل وطعم ولون وعذب الكبار. ولكن مشكلة أتلتيكو مدريد لما يكون مثلا بيلعب مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أو مع السيتي أو مع أي فريق عملاق بقدم مستويات خرافية، وبتكون مش مرشحه اصلا لانه يتاهل، وبفاجئك وبتاهل. ولكن لما يلعب اتلتيكو مدريد مع فريق اقل منه بالجوده وباللاعبين بخبص الدنيا وبتروح منه المباراه، وببلش بخش في نفق الاشواط الاضافيه وركلات الترجيح ومش عارف مين وحاله طرد، وبصيروا اللعيبه مش عارفين ينفذوا افكار سيميوني على ارضيه الميدان. هو الخلل بسيميوني ولا باللاعبين؟ الله اعلم. ولكن هو هيك اتلتيكو مدريد دائما ما عودنا بالمواجهات السهله نسبيا له بصعبها على حاله، يا بتهور وبنطرد لاعب. يعني عديد الامور اللي بتخلي اتلتيكو مدريد مش مسيطر على المواجهه. فمواجهه اتلتيكو مدريد مع دورتموند لو حطينا الاسماء، اتلتيكو مدريد كفته هي الراجحه بالاداء، كذلك الامر بكل شيء. بروسيا دورتموند بيعاني في الدوري الالماني، في دوري ابطال اوروبا قدم مستويات ما بنحكي جيده ولكن مقبوله نوعا ما. لذلك اتلتيكو مدريد هو الطرف الافضل بالطول وبالعرض. فبالارقام والاحصائيات واللاعبين وبكل شيء اتلتيكو مدريد هو المرشح للمرور من هذه المباراه. طبعا ترشيحات المباراه 30% بروسيا دورتموند و70% اتلتيكو مدريد، ولكن انا احساسي بقول انه بروسيا دورتموند راح يصعد من هذه المواجهه. ولكن رقميا وبالتوقعات وبالمنطق اتلتيكو مدريد هو الاوفر حظا للمرور الى النصف النهائي. اما المواجهه الثانيه باريس سان جيرمان وبرشلونه، مواجهه زي ما حكيت رد الاعتبار. باريس بده يحاول يعوض الخسائر، يعوض الريمونتادا، يعيد بعض من شكل باريس سان جيرمان النسخه الحاليه مختلف عن السنوات السابقه. السنوات السابقه كان اقوى، كان افضل، كان اشرس، كان عنده عديد المستويات والمعطيات واللاعبين والامور اللي ترشحوا انه يكون مرشح على اللقب. ولكن هذا الموسم اختلف كثير جدا. ولكن الملاحظات الجيده جدا بالنسبه لباريس سان جيرمان انه بعد مواجهه نيوكاسل في دوري ابطال اوروبا واللي تعرض فيها للخسائر
خسارة، بعدها استفاق مع لويس انريكي وبقدم مستويات جيدة نوعا ما. صحيح الدوري الفرنسي مش مقياس، ولكن بدوري ابطال اوروبا شفناه بمواجهة ريال سوسيداد ذهاب وعودة، كان هو الطرف الافضل، الطرف الاسرع، الطرف اللي احكم قبضته على المباراة. ايضا عندك مبابي عنده دافع كبير جدا، اخر موسم مع باريس سان جيرمان بده يثبت اوراقه لريال مدريد انه انا بدي افوز لكم على برشلونة، ففي عديد المعطيات والامور. بالجهة المقابلة برشلونة زي ما حكيت في بداية الفيديو بيعاني من إصابات، بيعاني من غيابات، الكادر الطبي زي كادر الطب بتاع يوفنتوس عليهم علامات استفهام، مش عارف كيف أندية كبيرة بأوروبا عندها كادر طبي واقع بالمعنى الحرفي. فلذلك برشلونة بيعاني من إصابات وغيابات وتذبذب بالأداء وتذبذب بأدوار اللاعبين. تشافي هرنانديز عقله مش مريحه بعد ما أعلن الرحيل. الفريق قدم أداء أحسن، يعني الفريق كان سيء جدا، ولكن تشافي بس طلع حكى إنه أنا بدي أطلع من النادي، الفريق استفاق وبلش يقدم أداء جيد جدا. ولعل مواجهتي نابولي ذهاب وعودة تثبت كلامي إنه برشلونة مش خصم سهل، يعني على الورق وعلى الارقام وعلى كل شيء برشلونه مش بالخصم السهل، فمواجهه صعبه جدا. الترشيحات طبعا 60% لباريس سان جيرمان و40% لبرشلونه، عطفا على اداء الفريقين بالدوري وبدوري ابطال اوروبا. ولكن كره القدم ما بتعترف بالارقام ولا بتعترف بالتاريخ ولا بتعترف باي شيء سوى اللي بيقدم الاداء الافضل على ارضيه الميدان. مواجهه صعبه جدا. عاطفيا انا اتمنى برشلونه، انا ما بحب باريس سان جيرمان نهائيا، يعني النادي هذا كله ما بينزل لي من زور، هو يعني ما بعرف كيف. ولكن على الورق وعلى ارضيه الميدان وحقيقه الميدان يكرم المرء او يهان. توقعاتي الشخصيه اتوقع انه باريس سان جيرمان حيعدي من هذه المواجهه بطلوع الزور. برشلونة بالوقت الحالي مع رحيل تشافي مع الإصابات مش مطلوب منه أنه يكون بطل أوروبا، بالعكس برشلونة زي ما حكيت أمام نابولي قدم أداء جيد جدا. المطلوب منه أمام باريس سان جيرمان أنه يلعب بدون مركبات بدون تعقيدات، يلعب كرة القدم اللي عودنا عليها برشلونة، كرة القدم اللي هي السهل الممتنع. برشلونة لو آمن بحظوظه واللاعبين آمنوا بأنفسهم ممكن يعدي من هذه المواجهة، ولكن أنا توقعاتي باريس سان جيرمان هو اللي راح يعدي من هذه المواجهة لعدة أمور. أولها انريكي زي ما حكيت أخذ مع الفريق، امبابي بده يثبت لباريس سان جيرمان إنه أنتم بدوني ولا شيء، وهم فعلا بدون امبابي ولا شيء. أما بالنسبة لمواجهة أرسنال وبايرن ميونخ الألماني، الباير زي ما بنعرف عانى من ظروف صعبة جدا بالدوري الألماني، الفارق ابتعد بينه وبين باير ليفركوزن الرائع مع تشابي ألونسو 10 نقاط. فالباير سلم موضوع الدوري لليفركوزن، خلص آمن إنه ما له حظوظ. توخيل بتخبط، يعني ما ظل له إلى دوري أبطال أوروبا ليثبت أوراقه، يعني ما ظلش أوراق، هو راح يرحل بنهاية الموسم، ولكن بده يرحل ويترك صورة طيبة عنه قبل ما يرحل عن الفريق. لذلك الباير مطالب انه يقدم 200% من مستواه امام ارسنال ارتيتا. ارسنال ارتيتا هذا الموسم هو اروع فريق في اوروبا بيقدم كرة قدم ممتعة جدا. ارتيتا عمل من ارسنال نموذج ولا اروع. صحيح الفريق يتغلب في مواجهة بورتو ذهاب وعودة، ولكن الفريق في الدوري الانجليزي الممتاز يختلف كليا. نتمنى انه نفس اداء الدوري الانجليزي الممتاز يقدمه بدوري ابطال اوروبا، راح تكون مواجهة سحرية، مواجهة ممتعة، مواجهة ثأرية بالنسبة لارسنال، لانه ارسنال بالسنوات السابقة كما قلت في بداية الفيديو عانى الامرين بمواجهة العملاق البافاري، ولكن كان معهم ريبيري وروبن، كان معهم نجوم من العيار الثقيل الان ما عادوا موجودين. فلذلك لو بدنا نحكي بالكفات بنعطي 60% لارسنال و40% لبايرن ميونخ عطفا على اداء الفريقين في الدوري ودوري ابطال اوروبا. ارسنال متجانس متناغم، ارتيتا عارف شو بده من الفريق، ارتيتا كمان بيعرف يواجه توخيل. لما كان توخيل مدرب تشيلسي كان ارتيتا يعرف يواجهه بالدوري الانجليزي الممتاز. فهي كلها اضافات تصب في مصلحه ارسنال اللي راح يلعب بدون تعقيدات بدون تركيبات بدون ارسنال فينجر، بدون اللاعبين اللي كانوا عبء وحمل ثقيل على الفريق. راح يقدم اداء انا متاكد راح تكون مباراه ممتعه للغايه. بالنسبه للترجيحات انا اتمنى ارسنال، انا احب ارسنال، ولكن بايرن ميونخ الالماني يبقى الباير حتى لو يلعب باسمه بدون على اي شيء، تاريخه يشفع له. الانديه اللي زي الباير وزي ريال مدريد بيدخل بتاريخه على المباراه، بهز الفريق المنافس. انا اتمنى من ارسنال انه ما ينهز، ما يخاف من مواجهه الباير، لانه العملاق البافاري مش باحسن حالاته. توقعاتي الشخصيه اتوقع ارسنال راح يعدي من المواجهتين بصعوبه بالغه، مع الحذر، كل الحذر من هاري كين ورفاقه، لانه هاري كين امام ارسنال دائما ما بيسجل اهداف، دائما ما بيقدم اداء
عالي جدا. لذلك راح تكون مواجهة صعبة، مواجهة يعني موقعها للأمانة موقعها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مش ربع نهائي، ولكن هي هيك أجت القرعة. أتمنى توفيق للفريقين. أما بالنسبة للمواجهة الأخيرة مانشستر سيتي وريال مدريد، مواجهة متكررة، مواجهة متجددة. كلنا شفنا شو عمل السيتي في ريال مدريد في الموسم الماضي. عمل يعني أمامه لعب نص ساعة لغاية اللحظة ما بتروح من بالي، لغاية اللحظة كل ما الواحد يصح له بيحضرها إعادة من التكنيك والتكتيك والفرص والجمل والأهداف وكل شيء. عمل كل شيء السيتي على أرضية الميدان أمام ريال مدريد. كما قلت في بداية الفيديو، ريال مدريد بلش هذا الموسم بصورة رائعة جدا. بعد ذلك بلش الفريق ينحدر ويقدم أداء مرة كويس ومرة مش كويس، بعكس السيتي اللي كان قبل 4 أسابيع سيء والآن أصبح جيد جدا. الآن أصبح منافس على الدوري، وطبعا منافس ما استبعدناه من المنافس إطلاقا، والآن صار بينه وبين متصدر الدوري نقطة. فلذلك الأمور تغيرت كثيرا. السيتي بأفضل أحواله وريال مدريد مش بأفضل أحواله. صحيح المواجهة لسه الشهر القادم ب10 إبريل و12 إبريل، ولكن الريال بدخل هذه المواجهة هو مش بأحسن أحواله، غير عكس مانشستر سيتي اللي هو جاهز، اللي هو كامل، اللي هو بقدم أداء مرعب ممتع مقنع. ولكن بالنسبة لجمهور ريال مدريد اللي بيخليهم متفائلين انه الريال في دوري ابطال اوروبا يختلف عن باقي فرق العالم. الريال مجرد ما يسمع نشيد دوري ابطال اوروبا، خاصة امام خصم قوي جدا، كلنا بنتذكر شو صار مع بنزيما والفهم مع حاجة ورودريجو، وكيف عملوا بمانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان. فلذلك الريال يتحول في مواجهة الابطال بدوري ابطال اوروبا مواجهة صعبة جدا. الكفة طبعا 50-50، ما بدنا يعني السيتي ما بتفوق على ريال مدريد، لانه ريال مدريد خبره، تاريخ، عراقه، اصاله، ولكن السيتي خصم لا يستهان به، هو الافضل في اوروبا شئنا او ابينا، بالارقام، بالاداء، بالنتائج، باللاعبين، بالمدرب المحنك. الله على جوارديولا وعلى افكار جوارديولا. فلذلك مواجهه صعبه جدا، مواجهه من العيار الثقيل. التمنيات اتمنى ريال مدريد، ولكن الواقع زي ما حكيت الكفه متعادله 50-50. التوقعات الشخصيه اتوقع مان سيتي راح يمر من هذه المباراه، الا اذا انشيلوتي طبعا امراض تيجي عليه لحظات بتالق بدوري ابطال اوروبا. فجمهور ريال مدريد مستني من انشيلوتي انه يتالق امام مانشستر سيتي في هذه المواجهه تحديدا، لانه البفوز من الفريقين طبعا مكانه بالنهايه او البطوله. اللي بيفوز من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد راح ياخذ لقب دوري أبطال أوروبا، مع احترامنا لباقي الخصوم، ولكن إحقاقا للحق وإحقاقا لنتائج الفريقين وما يقدمه الفريقين في هذه البطولة، اللي بيفوز منهم راح ياخذ لقب دوري أبطال أوروبا. طيب بنهاية هذا الفيديو، بعد ما توقعنا كل نتائج الفرق، توقعنا السيتي، توقعنا الارسنال، توقعنا باريس سان جيرمان، توقعنا اتلتيكو مدريد، وتوقعنا مانشستر سيتي، اكتب لي انت بخانة التعليقات شو توقعاتك، مين تتوقع يتأهل من هذه المواجهة، السيتي ولا مدريد ولا اتلتيكو مدريد ولا دورتموند ولا برشلونة ولا باريس ولا ارسنال ولا بايرن ميونخ الالماني. طبعا اشترك بالقناة اذا لسه ما اشتركت بالقناة، فعل جرس التنبيهات ليوصلك كل جديدنا، وما تنسى تشارك هذا الفيديو مع اصدقائك. كان معكم عمر ابو زيد، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.